السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوك وذ رميسة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم راح نشارك معكم وصفة دولمة قرنون، وصفة سهلة وبسيطة. نروحوا مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. نحتاج إلى اللحم مرحي، سكرفشت حبة تاع البصلة، نص نديرو في اللحم مرحي ونص نخليه نطيب به المرقه. درت كيما راكم تشوفوا شويه تاع الزيت نباتيه ومغرفه كبيره تاع لا شابلور وزوج مغارف كبار تاع الروز كنت غسلته وحبه بيض وشويه تاع المعدنوس، الملح، القرفه، فلفل اسود والكمون. نخلطوا كامل المكونات مليح، نخلطوهم مليح مليح. بعد نبدأ نوجد القرنون، نقيه بهذه الطريقة. وندير له القارص كما راكم تشوفوا باش ما يكحالش. ومن بعد نجيب شويه تاع الماء نعصر فيه القارص كما شفتوني ونحط فيه هذاك القرنون اللي نقيته. ومن بعد نحشي القرنون باللحم مرحي اللي تبلته كامل بهذه الطريقه. واللحم مرحي اللي بقى لي نديرو ديبولات صغار. ومن بعد نبدا نطيب المرقه. في طنجره درت مغرفه تاع المارغرين مع شويه تاع الزيت ونص حبه بصله مسكرفته، نخليهم يتقلاو مليح تذبلنا هذيك البصله. ندير الملح
فلفل اسود، الكمون والقرفة تاع العود، نفس لي زيبيس اللي درتهم في اللحم مرحي. ومن بعد نزيد غير شويه تاع الماء سخون، ونبدا نزيد في القرنون اللي حشيته باللحم مرحي بهذه الطريقه. ونغطي الطنجره حتى ينشف هذاك اللحم مرحي، ومن بعد نزيدو الجلبانه ونمرق بالماء سخون عادي، ما نكثروش الماء حتى وين يتغطى لنا هذاك اللحم برك، ونخليها تطيب في عقلها، ما نزيدوش للنار. وهكذا بعد ما طابت لي كنت ديت شويه تاع المرقه، زدت لها صفر تاع البيض وعصره تاع الليمون وشويه معدنوس، خلطتهم مليح وزدتهم للمرقه، كان تحذف لي المقطع. وهكذا نكونوا كملنا، نطفوا لها المرقه ونروحوا نقدموها في صحن التقديم. ان شاء الله يكون اعجبكم الفيديو والوصفه تاع نهار اليوم. اذا عجبكم ما تنسوش ديرونا جيم وتحطونا رايكم في تعليقات. شكرا على المشاهده ودمتم بخير، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.